القمة العالمية حول المناخ كوب 22 حدث عالمي تمت تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية العالية الجودة لتغطيته من الناحية التنظيمية والأمنية. أكثر من 7000 من عناصر الدرك الملكي تمت تعبئتهم ضمانا لتنظيم أمثل لهذا الحدث الذي ستحتضنه المدينة الحمراء ابتداء من 7 نوفمبر المقبل. عناصر الدرك الملكي بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها ستتولى ضمان المراقبة والأمن في مداخل مدينة مراكش، علاوة على خفر مواكب الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات القمة. ومساهمة من الدرك الملكي في إنجاح هذه التظاهرة العالمية تمت تعبئة إمكانيات ووسائل وموارد متنقلة هامة تتمثل في أكثر من 250 من عناصر كوكبات الدراجات النارية ومئات السيارات من مختلف الفئات والأحجام، بهدف القيام بمهام مرتبطة بحسن تنظيم وسير أشغال فعاليات كوب 22. الدرك الملكي سخر أيضا وحدات متعددة ومختلفة للتدخل، بما فيها فرق مختصة في التدخل مدعمة بخبراء في مجالات متعددة وبإمكانيات تقنية علمية ولوجستيكية متطورة تعتمد أحدث التكنولوجيات المعتمدة في الميدان. ومن بين المهام الموكلة لفرق التدخل التابعة للدرك الملكي الكشف عن الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية والبكتيرولوجية. الدرك الملكي سيتدخل أيضا على مستوى الإسعافات الطبية المستعجلة، ولهذا الغرض تمت تعبئة فرق مختصة مزودة ب3 مروحيات للإجلاء الطبي، مروحيات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، علاوة على عشرات سيارات الإسعاف التي عبأها الدرك الملكي لتغطية طبية في مستوى التظاهرة العالمية كوب 22. بالليل كما بالنهار ستقوم عناصر الدرك الملكي بطلعات جوية فوق مدينة مراكش بهدف المراقبة المستمرة بواسطة مروحيات مزودة بأحدث التكنولوجيات والتجهيزات التقنية في مجال الطيران. ولتأمين محيط مطاري مراكش المنارة ومحمد الخامس الدولي سيتم نشر وحدات للخيالة التابعة للدرك الملكي. الوحدات التي يربو عددها على 100 فرقة ستقوم بتفقد وحراسة المناطق الحساسة داخل وخارج المدينة الحمراء، كما ستعمل على تأمين الخطوط السككية ومحاور الطرق السيارة المؤدية إلى مدينة مراكش. 50 فرقة من عناصر الدرك الملكي المصحوبة بكلاب مدربة سيتم نشرها بالعديد من المناطق الحساسة من أجل التدخل السريع، وذلك بهدف ضمان تغطية أمنية وتنظيمية ناجعة للقمة العالمية للمناخ. إمكانيات وموارد بشرية لوجستيكية تقنية وعلمية من الطراز العالمي يوفرها الدرك الملكي اليوم لتغطية أمنية وتنظيمية في مستوى حدث من عيار كوب 22 الذي يستقطب أنظار العالم إلى مراكش في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، الحدث العالمي الذي سيعرف مشاركة 20,000 مندوب من مختلف دول المعمور، وذلك بموقع باب إغلي بمحاذاة أسوار المدينة العتيقة مراكش الحمراء.